السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات سلمان. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبشركم مبروك لا يدخل عليكم إن شاء الله رمضان بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم السفوف اللي كيجي أكثر من رائع، اقتصادي وفي متناول الجميع. كنتمنى أن الوصفة تنال الإعجاب نتاعكم. غادي نبداو مباشرة في المقادير وكذلك طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة لمكونات الوصفة غادا نحتاج هنايا كيلو نتاع اللوز. عندي هنايا زلافة نتاع اللوز خديتها مسحتها مزيان، من بعد درت فيها واحد الملعقه نتاع الزيت ودرته في الفران حتى كيتحمر لينا بهذا الشكل هذا او كيتقرمل لينا. ونصف الكميه الاخرى درتها في الزيت وقليته على زيت اللي كتكون هكا بارده. كنقلي الكميه المتبقيه. كنحتاج كذلك نصف كيلو نتاع الكاوكاو حتى هو اللي حمرته هكا في الفران. غادا نحتاج كذلك عندي كيلو نتاع الزنجلان اللي كذلك حتى هو مغسول ومنقي ومحمر. غادا نحتاج 200 غرام ديال السكر كلاصي. غادا نحتاج كذلك زلافه نتاع الزيت. عندي هنايا كذلك 200 غرام ديال الزبده سبيسيال او الزبده حيوانيه حتى هي اللي مذوبه. غادا نحتاج كذلك ملعقه كبيره من القرفه حتى هي تكون مطحونه وجديده وتكون كذلك مغربله. غادا نحتاج هنايا ملعقه ما بين النافع وحبه حلاوه اللي حتى هما مصهدين هكا شويه في الفران، عفوا هكا غير في المقله. ومن بعد كنطحنهم وكنغربلهم. المهم عندي ملعقه نتاع النافع وملعقه نتاع حبه حلاوه. كنحتاج كذلك 5 الحبات ديال المسكه الحره مع راس ملعقه نتاع السكر كلاصي. كنطحنهم حتى هما مزيان او كنغربلهم. كنحتاج كذلك قبيصه نتاع الملحه وكذلك كيلو نتاع الدقيق اللي حتى هو محمر ومغربل من قبل. غادا نبداو اول طريقه اللي غادا ندير بها السفوف نتاعنا. غادا ناخذ هنا الكاوكاو، غادا ندير واحد الكميه هكا واحد الربع. غادا نضيف كذلك زلافه ديال اللوز اللي محمر في الفران، وغادا نضيف واحد الكميه كذلك ديال اللوز هكا اللي مقلي. المهم ديروا عينكم ميزانكم. غادا ناخذ كذلك هنايا كما قلت لكم حتى زنجلان. غادا ناخذ واحد الكميه هكا. من بعد غادا نضيف ليه هاد المكونات كاملين اللي خلطتهم مع بعض صافي. من بعد غادا نطحنهم في الطحان الكهربائي مزيان. هنا غادا نضيف كذلك غادا نخلطهم هكا بنصف زلافه نتاع الزيت اللي قلينا فيها اللوز. ممكن كذلك ديروا يا ربي الا كانت عندكم هكا طحان يكون مزيان يعني نوع جيد بلا ما تضيفوا الزيت نهائيا من الاحسن. غير كطحنوا مزيان المكونات وكتطلق لينا هاد المكونات كاملين كيطلقوا لينا الزيت. وفي نفس الوقت واحد الملاحظه كذلك هاد المكونات خاصهم يكونوا هكا يعني دافين شويه باش كيطلق لينا الزيت مزيان وكيجيو هكا كيعطيو حتى الريحه نتاعهم كتكون زوينه بزاف وكيعطيو البنه كذلك. اللي ما عندوش كيدير كما درت انا المولينكس فقط صافي. هنايا كناخذ واحد نصف الكميه ديال الزنجلان او السمسم اللي كنهرمش هكا في الهاشوار. غادا نخليها على جنب. هانتوما يعني ما كنهرمشوش بزاف يعني غير كنديروا شويه فقط يعني ما تطحنوش بزاف الزنجلان تاعكم. ونصف الكميه غادا نخليه هكاك صاين باش كيبقى هكا باين في السفوف نتاعنا. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي باغيين السفوف من الف للياء يعني بطريقه تحضير مبسطه غادا نخلي لكم الفيديو اللي حضرت فيه معكم جميع التفاصيل نتاع السفوف في داك الفيديو. يعني ديجا حضرت معكم السفوف بالتحمار ديال الدقيق بكل شيء. هنايا كذلك كنهرمش اللوز المتبقي عندي كنهرمشو وكنخلي واحد الكميه هكا واحد الزلافه كنخليها على جنب اللي كنزين هكا بها الوجه نتاع السفوف نتاعنا صافي. هنايا كناخذ الكيلو نتاع الطحين اللي حمرناه مع كيلو نتاع الزنجلان كذلك اللي هرمشنا وكذلك اللي صاين. هنايا كنضيفوا اللوز نتاعنا اللي هرمشنا كذلك وكذلك الكاوكاو كذلك يكون مهرمش
ونصف الكميه كما قلت لكم طحناه. المسكه الحره، ملعقه ديال النافع وملعقه ديال حبه حلاوه وملعقه نتاع القرفه و200 غرام ديال السكر كلاصي. البنات اللي غادي يسولوني غادي يقولوا لي علاش ما درتيش العسل البنات راه كيشحت لينا السفوف نتاعنا كيجي دغيا كينشفوا لينا وما كيجيش زوين، يعني كتكون الحلاوه طاغيه على السفوف نتاعنا. من الاحسن نديرو هكا غير سكر كلاصي وكيبقى مده طويله كيجي معلك ولذيذ بزاف. هنايا ها هو الخليط من بعد ما كنخلطوا النواشف كاملين مع بعضياتهم. هنا كنضيف الخليط اللي طحناه مع بعض هانتوما صافي. من بعد غادا نخلط مزيان وغادا نمعكم مزيان. عاد كنبقى نضيف هكا الزيت تدريجيا. هنايا كنضيف الزبده اللي كما قلت لكم اللي حتى هي مذوبه وحيدنا منها الحليب اللي كيكون فيها صافي. من بعد كنبقى نمعكم مزيان. من بعد غادا نزيدو هكا واحد الكميه تاع الزيت اللي تكون لا باس بها. وبالنسبه للزيت البنات ديروا هكا شويه تكون دافيه، ما ديروهاش بارده باش هكا يعني تعطي لنا حتى السفوف نتاعنا كيعطي لنا واحد ملي كنخلطوه كيبداو المكونات كيزيدوا عاد يعطيو الريحه نتاعهم صافي. هنا من بعد ما كنمعكم مزيان، المهم هنا كان واقع لي واحد المشكل انني تحرقت من الزيت المهم ما كملتش معكم كسميتو التخلط نتاع السفوف، ولكن صافي كنبقاو نمعكوه مزيان. كترتاحي شويه كتخليه يرتاح حتى هو. من بعد عاوتاني كتمعكيه مزيان هكا باش ما ديرش الكميه نتاع الزيت تكون كثيره صافي. هنايا غادا نديرو هكا كنخليوه يرتاح. من بعد كنديرو هكا في البواط اللي غادا اللي بالنسبه للكومود، او ممكن انكم ديروا كذلك هكا في السوبيرات اللي غادا ديروا فيهم السفوف نتاعكم. ومن الاحسن ان السفوف ديروا هكا في الثلاجه او في المجمد كيبقى مده طويله احسن من انكم تخليوه على برا باش انه ما يوقعش ليه شي حاجه او انه يغمل لكم او شي حاجه. المهم انا صراحه عمرو ما غمل ليا وما كنخليوش حتى اصلا يغمل او يوقع ليه شي حاجه. المهم هذه كنصيحه فقط بالنسبه للمبتدئات اللي اول مره غادي يوجدوا معنا السفوف. وكنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم، وبطبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك نتاعكم وبتعليقكم محفزه ليا اللي كتشجعني اكثر باش انني نعطي المزيد من الوصفات اللي كيكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع. المهم هذا الكوموند ديجا كنت وجدتها من العواشر والحمد لله عجبهم. وديجا عاوتاني حضرت واحد الكميه اخرى ان شاء الله غادا نشارك معكم هكا غير في فيديو قصير فقط. يعني ديجا شاركت معكم السفوف وهذا الفيديو الثاني كنشاركه معكم صافي. هنايا هانتوما السفوف نتاعنا الحمد لله كاينه الاعجاب كاع اللي كيطلبوه مني الحمد لله. هذا من فضل ربي صافي. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وبطبيعه الحال عافاكم. ما تنسونيش من التشجيعات نتاعكم باللايكات نتاعكم بالمشاهدات نتاعكم وكذلك بالبارطاج نتاعكم. ما غتخسروا والو الا شجعتوا. بطبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه او عجبكم المحتوى نتاع القناه بطبيعه الحال ما فيها بس انكم تشجعوني. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وانكم تجربوا طريقتي وتنال الاعجاب نتاعكم. غادا نتلاقاو ان شاء الله في وصفات قادمه بحول الله. بطبيعه الحال الا لقيت هكا تشجيعات نتاعكم في هذا الفيديو غادا نشارك معكم الوصفات اللي غادا نوجد ان شاء الله في الكومود ديال الشباكيه وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله غادا نشاركهم معكم. كما قلت لكم الا لقيت هكا تشجيعات حيت انا ما كنسمح هكا ملي كنشوف يعني ما كاينش تشجيع صافي ما كنبقاش يعني قادره انني نصور. المونتاج اللي كياخذ بزاف ديال الوقت اما التصوير يعني شويه بعداك. مهم مقاتلين معاه بالنسبه للمونتاج صراحه اللي كياخذ بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. كنتمنى انه ينال الاعجاب نتاعكم وشكرا لكم بزاف لكل وحده كتشجعني بالبارطاج بالتعليق باللايك بلا ما نقولها ليها. شكرا لكم من القلب. كنتمنى اش غادي نقول لكم شكرا بزاف. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وما تبخلوش عليا بلي لايك نتاعكم. سمحوا لي كثرت معكم في الهضره. غادي نتلاقاو ان شاء الله في وصفات قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه قادمه ان شاء الله.